ودخلوا تسمعوا جديد وفرشاتهم وكلنا كنزة. كما تيقول واحد المثال: خلي الكذاب حتى ينسى، وسولو ويلا نسى عاد فكروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي الكرام، تتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله. المهم اخوتي، حنا كما عارفين كاملين القضيه ديال كنزة بنت الشعب اللي مسكينه ظلمات ومسكينه تحقرات، وكان حساب لهم انهم راهم فوق القانون، ولكن للاسف الحمد لله حنا عندنا في بلادنا القانون وغادي نصرها ان شاء الله. حنا عاقلين كاملين على مولة المقله اللي كانت خرجات في اول ديال التصاريح ديالها تتهضر وتتقول بان بنتي بريئه وبنتي ما دايره حتى شي حاجه، وبان كنزة هي اللي شويه مختله عقليا وتدخل وتخرج في الهضره وباغا تطيح الباطل على بنتي. ايوا يا سيادي، ناضت من بعد هاد الخرجات كاملين وهداك الشيء كامل اللي كانت تقولوا انا غادي نمشي وغادي ندعي القنوات وغادي ندير لهم التشهير وشهروا بينا وداروا لنا وبغاو يشوهوا بنتي وبنتي ما دايره والو. ايوا انا اختي استضفها الصحفي النزيه يوسف اللي دائما يكشف لينا بنادم على حقيقته، تبقى غادي معاه بسؤال حتى تيقر بلا ما يشعر. ناضت يا سيادي ولات تذكر بان كنزة كانت تتخبى وراها، فيما كانت تمشي عندهم تتلقى بنتها تضرب فيها وتتبرد فيها الخديد وتتخشى من موراها وتتبقى تقول لها عافاك راه ما فكيني بنتك، عافاك راه ما فكيني راه بغات تقتلني، عافاك، وتتبقى قالت لك نفك فيها وتتصدق بنتها شاركاها معاها. وشوف رضا الوالدين كي داير، يعني البنت تستقصى على الام والخدامه. وفينا هي في الاول كنتي تقولي بان راه بنتي ما دايره والو، بان كنزة اللي مختله عقليا وبغات طيح عليها الباطل، وانا بنتي. الصراحه هادو خصهم اشد العقوبات، وخاص حتى الام حتى هي يدير معها واحد التحقيق اللي عميق، لحقاش بان ليا في راسها كاين الدغل وبحالها تيبغيو يستغلوا الفقير وتبقاو يسحب لهم بان راه الدنيا سايبه وبان صافي راه اللي جاب شي خدامه راه هو ما عرفتش فين واصل القمر. والتنازل راه عمره ما غادي يكون، وان شاء الله عمره ما غادي يكون. المهم غنخليكم الوالده تعطي الراي ديالها في هذا الموضوع هذا. المهم اخوتي ما تنساونوش بواحد الجيم واللايك، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله اخوتي اخواتاتي. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد السيده اللي خارجه دابا تتبكي وتدير الدموع التماسيح وديك الحاله، نهار الاول هضري وقولي انا ما حاضراش ما تنشوف والو وخرجي من باب واسع. انت ما حدك غاديه وتزيدي عويدات، ما حدك غاديه وتتزنديها. الله يستر يا ربي، خرج عقيبتنا على خير. هاد السيده دابا تتمشي وتتشوفها وتتجلس معاها وتدركها من وراها، وقالت لك في الاخر الدريه تتقول لها عافاك لما فكيني منها، وتتميك عليها على انت كاع ما شتي نهار اللي كانت لوجها مفرشق وحالتها حاله، تقولي ما شفت والو ما بان ليا والو. ما يمكنش ما يبان ليكش، الا ما كنتي كاع لهاد الدرجه. حشومه هذه هي اللي تاعت تشدي بنتك وتجمعي معاها وتقول لها حشومه بنت الناس، ما ديرلهاش هاد الحاله، ما تكرفصيهاش، ما تهلكيهاش، راه بزاف هادشي اللي تديري فيه. هو بحال دابا انت ها هو السيد داوي معاك ونايضه تخرجي في الهضره كيما السخانه، عمره تقولي انا ما درت والو. شوف تنحلف بالايمين هذاك الحلف هو اللي خرج فيكم. فاش قلتي راه ركبتي في الطوموبيل تبعتيه حتى للدار، ايوا ملي تبعتيه حتى للدار درتي هكا ودرمتي حلات عليك اختو ودخلتي. اش قلتي لختو؟ قلتي لها بغيت عبد الله، قالت لك يا عبد الله هو كاين. وملي دخلتي
الناس ما فراسهم ما يعاودوا نايضة شديتي الدري ولحتي عليهم في حجرهم وقلتي لمات هذيك سميتها مات كنزه الحاجه، قالت لك انا ماشي حاجه لالا انا عمرني ما حجيت والله الا محقوا لها الحج خلاتو لي كنتي اللي حجوا ولا تيمشيو ليه المنافقين راه ما بقى لا حج لا والو لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قالت لها لا انا راه سميتي خدوج انا ماشي حاجه. ولاد خوها عافاك اخوي عافاك وليدي هذا قال ابقى عاد يشوف قال لها ما عرفت شوفوا انتم واش ديروا بيناتكم الدريه اللي بغات نتهز لكم راه تنتهز لكم اليوم عشتوا انتزال البارح اللي كنتو خدامين على بالتفرشيخ وبالدق ما شفتوش انتزال حتى دابا ملي شفتو الله يعزم الخزن وصافي والله القسم الى الله يعزم الخزن زين لا يخطي علينا حياني. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. الله يدير داوي الخير الله يدير داوي الخير حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تنساوناش الكومنتات جزاكم بخير. ودخلوا تسمعوا جديد وفرشاتهم وكلنا كنزه كما تيقول واحد.